لي زارشيف. أنا نسمع على سمعت في بوجي عبد الرحمن كاتب وباحث في التاريخ، أصيل من العين البيضاء، وبديت الكتاب تاعي الأول بالفرنسية. أنا فرنسي ظاهر في الحال، ومن بعد ترجمت له شيء في شيء. نهضروا على لي زارشيف ولي زارشيف كامل تاع الحقبة الفرنسية تهز في الفترة الانتقالية تاع 19 مارس كي دخلوا لي ماركسيست. أول حاجة اللي راحوا ليها لي ماركسيست لي باراشوتيست اللي بعثتهم فرنسا بور كونتر كاري لا إله قبل ما يدخل لهنا العين البيضاء، لأن الفوج اللي كان في تونس دخلوا العين البيضاء واقي تشفاي وداروا ديفيلي. لماذا؟ يعني الاحتفالات نتاع الاستقلال أو الاحتفالات نتاع الجيش تدار في العين البيضاء وما تدارش في هذا. هذا بعد موضوع آخر. لي زارشيف راحوا هذو لي ماركسيست كانوا واحد كوموندون كابيتان لي فرونسي، يعني لي فرونسي هما اللي قاعدين يقودوا هذا الفوج نتاع لا فورس لوكال اللي كان يقودها عبد الرحمن فارس. دخلوا للمكاتب الأمنية، دخلوا لا بي ار جي بوليس دونسينمون جوديسيير، لا بي جي بوليس جوديسيير، البيرو 3 بيرو نتاع 16 اسكادرون، و 5 بيرو تاع لا ساس 16 اسكادرون، ودخلوا لا موبيل الى تيريتوريال تاع لا جندرمري، ودخلوا المكاتب نتاع لا بوليس ديتا. هزوا لي زارشيف كامل. كي بديت انا الكتابه نتاعي، بديت البحث في الكتابه في 1999 هي تبحث على وثيقه تثبت ارشيف نتاع البلديه نتاعنا. اتصلت بليزارشيف دوتر-مير اكس-ان-بروفونس وبعثوا لي ورحت جبت حتى لي بي في نتاع دكتور بومالي لو بروميي مير ديبيتي en 1945. صح بعض معلومات على دكتور بومالي. دكتور بومالي جا لهنا في 1921 وجا تلاقى صدفة مع عبد الرحمن سعيد اللي كان عضو في البلدية في الوقت هذاك، في المجلس البلدي في الوقت هذاك، وتكلم له تلاقاه في القطار قال له احنا تعرفوا هكا، قال له احنا رانا من مدينة عين البيضاء، مدينة الحنكتة، عاصمة الحنكتة كما كان يلقبها الشيخ عبد الحميد بن باديس. قال له احنا ما عندناش طبيب مسلم، نعرف بك جينا لعين البيضاء. جا لبى الندوة النداء تاع المجتمع المدني، خاطرش هذا رحمانية عضو في البلدية ويمثل المجتمع المدني البيضاوي. جا لنا في 1921 أول حاجة اللي داروها عيال المدينة حلوا له الكابيني تاعو قدام بن سينا، هو كان براغاتي وهو كان مشرف، وأول يعني انفيرمي ممرض اللي معاه هو المرشي الحاج مجيد، هو اللي كان. وباش يحكموه لنا في عين البيضاء كانوا جدودنا الحنكة وعيان المدينة باش يحكموا واحد في البيضاء يعطيو له واحدة من بنات عين البيضاء باش يحكموه. وبومالي باش زوجوه بنت خنفر قاعد لنا في البيضاء، ومن بعد باش دخل في البلدية وكان عضو برك قبل ما يكون مال ديبوتي، كان عضو في 1938 باش يعني صح المعلومة. وهذا مذكور في البيبي نتاعو الأول. البيبي نتاعو الأول كان يدافع على سكان عين البيضاء اللي اتهموهم باللي راهم راح
يقتلوا اليهود، راح يقتلوا لي زوروبيا هو بين قوسين اليهود. هذا يعني تصير لي زارشيف برك، ما السايت طويله. السلام عليكم.